تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة بطانة بريكس بمدينة سلا من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك في إطار عملية أمنية نوعية تدخل ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الاتجار غير المشروع في المواد المحظورة. وجرى ضبط المشتبه فيه بحي الإنبعاث وهو في حالة تلبس وبحيازته كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع بطريقة غير قانونية. وقد أسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 396 قنينة خمر من أنواع مختلفة. وقد بيّنت عملية التحقق من هوية الشخص الموقوف أنه موضوع مذكرة بحث وطنية لاشتباهه في ضلوعه في قضايا تتعلق بالاتجار الغير مشروع في الكحول. وقد تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تواصل مصالح الشرطة تحقيقاتها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وكشف كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية.